بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما قرينا البوست اللي قريته معاكم هو بوست جميل جدا وبيتكلم على ازاي انك عشان تتحول من جونيور لسينيور انت محتاج يكون عندك جزئيه بزنس وفكره ال 20 80 ازاي تقدر تعرف اللي هو من اين تقتل الكتف، وده كلام صحيح فعلا. وده بيحصل فعلا للسينيورز. يعني انا بقابل احيانا، بس عايز اقول هنا نقطه مهمه، ان السينيورتي فيها نوعين. في سينيورتي ناس سينيور عندهم جانب بزنس ودول قليلين، وناس سينيور تكنيكال بيور ودول اكتر. وعشان كده النهارده انا بتكلم عن الجزئيه ديت النهارده في الفيديو ده. الفيديو ده انا عايز اركز على ايه؟ ازاي تحسن آه الجزء تقليل تاثير الجزء البيزنس في التيم بتاعك، لان كثير من الشركات بتخفق في هذه الجزئيه. طب يعني ايه سينيور بيور تكنيكال؟ في ناس شاطره جدا في التكنيكال بتعمل شغل بصراحه يعني ما حصلش، بس فعلا بتعمل اخطاء بيزنس خطيره. زي تيم كنت شغال معاه حل مشكله فيها دوكيومنتيشن قليل جدا عند جوجل، ورغم ان هو حل المشكله ديت انما كان في الناتج اللي طلع يعني اخطاء بيزنس. فايه اللي حصل؟ خدوا كلمتين في جنبهم. انا شايف ان لا، هم عملوا مجهود. رحت انا مدافع على طول، لا الناس عملت مجهود ومجهود جامد وانتم مش شايفين الشغل اللي اتعمل في الخلفيه. وضمن هذا المجهود ان الناس بتنسى حاجات في البيزنس. فانا بقوم ساعتها بلوم على طول مين؟ اللي وصف التاسك. يعني انا وصفت التاسك ديت في ظاهرها البيزنس حاجه بسيطه، لكن في باطنها قصص بتحصل في الخلفيه. فلما مثلا اكون انا عايز اوثنتيكيت اورجانيزيشن ريموتلي جوه اورجانيزيشن تانية، والاورجانيزيشن التانية دي هتفتح لينك بتاخد الريكوستس بتاعتها من الاورجانيزيشن الاولانيه باعلى درجه سكيورتي ممكنه، وفي نفس الوقت قصه معقده ورخمه. وتيجي بعد كده ان القصه دي كلها بتتعمل من خلال لوجن بيج بسيطه. فطبعا اللي بيعمل لوجن بيج كل تركيزه ايه؟ ان انا اخد اليوزر نيم والباسورد بتاعته اعمل له لوجن، وبعد ما اعمل له لوجن جوه ايه ربنا يسهلها بقى اعرف حل المشكله دي. فالراجل طالع يا عيني ومبسوط بقى، مش الراجل ده، هم اتنين يمكن او ثلاثه اشتغلوا فيها. فطالعين مبسوطين بقى، عملوا التعقيده الجامده ديت واخد بالك وسكيورد وعملوها بقى ايه زي ما الكتاب بيقول. خلاص. وبعدين هم طالعين بالطلعه دي يبص يلاقي ايه، يقول له ايه؟ يعني انا دلوقتي لما دخلت الباسورد ودخلتها غلط ما طلعليش عمل لي رساله مش كويسه. يعني دي رساله تتحط دي. هو الراجل مش مركز دلوقتي في الرساله، والرساله مش مكتوبه في التاسك اصلا. يعني هو عايز يقول انكوريكت باسورد، خلاص. هو مش وقته دلوقتي. انكوريكت يوزر نيم اند باسورد، او يتقال له مثلا ما تكتبليش انكوريكت باسورد لان معناه انك اكدت اليوزر نيم. ايه اللي ما تكتبليش؟ ما تتوقعش من التكنيكال جاي ان يكون مركز في التفاصيل دي. اذا انت ما قدرتش تكتبها له في التاسك لا تلومن الا نفسك. يبقى الفيديو اللي انا بتكلم فيه النهارده ايه؟ مش عايز اخش في تفاصيل كتير، بس عايزك تركز على النقطه دي. عايز تعلي البرودكتيفيتي عندك، قلل تاثير الجزء البيزنس عند الديفلوبر. كل ما تقلله كل ما يكون احسن. خلي الديفلوبر يبدع تكنيكال. طب اقلله ازاي؟ اقلله باني اوصف التاسك، انا ابذل هذا المجهود. انا بكسل ابذله وبلوم الديفلوبر انه ما عملوش، لان باجي ابص كده واقوم اديله كلمتين. لا، لو انت لو انت مش قادر توصف البيزنس بشكل كويس جيب برودكت اونر. مش قادر تجيب برودكت اونر، جيب السكرتير اللي عندك يا عم دربه وخليه يبقى برودكت اونر كويس وخليه يعمل الشغلانه دي. واحد شاطر عندك مثلا في الحته دي التستر، خليه شاطر كويس ويعمل الحته دي. وانا في واحد تستر دلوقتي ما شاء الله مبدع وما ينتقل من الشركات، ده تحول لواحد يعني بتاع اناليست خطير، ولسه لحد دلوقتي بيعمل تيستنج. بس الفكره في ايه؟ ان انت لما تيجي تكتب تاسك اكتبها صح. واذا الديفلوبر عمل اللي مكتوب لا تلومن الا نفسك. يعني تخيل مثلا انت كاتب في التاسك ان هو هيعمل بوتون بيعمل سيفنج، وراح هو كتب في البوتون دوت مثلا ايه ابديت اور كرييت. دي غلطتك انت طالما ما كتبتلوش ان ما بين القوسين سيف. خلاص، لو هو خرف في التخفيف دي. شوف بقول لك توصل لايه. لو انت التزمت النقطه دي البرودكتيفيتي عندك هتعلى بشكل خطير. عايز اقول لك مثلا انا في تيم كان بيطلع يعني تاسك او اتنين في الاسبوع، ما بهزرش يعني فعلا. ده لو طلعهم التيم دوت وصل لانه بقى بيطلع بالثمان وال 12 تاسك، وصلنا في اسبوع طلعنا فيه 20 تاسك. انت متخيل؟ اصبح المتوسط العام للتيم دوت انه بيطلع مثلا 10 15 تاسك في الاسبوع. مش في اسبوع، اسف، في السبرنت يعني في الاسبوعين. انت متخيل الفرق الرهيب؟ بس عايز اقول لك انا خدت صراع عشان يقتنعوا بنقطه ان المفروض التاسك تتوصف صح. طب ازاي اوصف التاسك صح؟ خلاص، سواء بقى انت هتسميه بالدان ديفينيشن بالاي اسم اللي اختاره. انا رايي التاسك بيكون لها فيه ديسكريبشن بيعبر عن التاسك دي المفروض بتعمل ايه. بعد الديسكريبشن دوت بتحط واير فريم اللي هو الرسمه
مهم جدا انك تحط الرسمه ايا كان كروكي باليد. انا كنت والله العظيم بقول لهم كده، يقول لي ما عنديش وقت ارسم، اقول له امسك جيب ورقه وقلم، ارسم الرسمه وصورها بالقلم بالموبايل وحطها، خلاص كده. اي واير فريم يعني، واخد بالك، اعمل اي واير فريم. طب الواير فريم دوت لازم يكون احيانا التاسك بتكون متفاهم مكان، زي ما بقول له مثلا ايه، غير التايتل دوت بكذا، خد برنت سكرين وحطها وعلم على التايتل اللي هتغيره بس. ادي الواير فريم. اي حاجه، وحاجه بقلم، حاجه برنت سكرين، حاجه بتشاور بيها كده بالماوس على برنت سكرين، اي حاجه. واكسبتنس كرايتيريا، الاكسبتنس كرايتيريا بتقول ايه؟ بتقول ان هو لما بيسيف بيطلع الرساله الفلانيه، ان هو لما بيعمل مش عارف ايه بيعمل كذا، ان المفروض الاقي في الصفحه الفلانيه بعد التغيير كذا يحصل، اللي هو الاكسبتنس كرايتيريا. عملت دول باذن الله تعالى، انا بقول لك اهو، عملت دول ان شاء الله هتلاقي البرودكتيفيتي بتاعتك عاليه جدا. بس وانت بتعملهم هتلاقي نفسك متضايق وقرفان انك مش متعود عليهم. بس البرودكتيفيتي بتاعت التيم بتاعك ان شاء الله ان شاء الله هتعلى بشكل كبير جدا. ليه؟ لانك لا اصبحت لا تعتمد على كفاءه الكود ديفلوبر في البيزنس وهو بيطلع التاسك. قلل المناقشات، قلل الشرح. يعني ما تقعدش، الشرح مهم جدا بس ما تكتروش زياده عن اللزوم. ما تقعدش وانت بتتكلم تفكر، انت بتطلع فكر معاه وانت بتطلع التاسك. لقيت الديفلوبر يعني تعمل دايما فيه، احنا بنعمل حاجه اسمها كيك اوف ميتنج كده، نقعد مع الديفلوبرز نراجع التاسكات اللي هو السبرنت بلاننج يعني. بنراجع معاهم التاسكات ونشوف في حاجه مش فاهمها في ليه تعليق، لان فعلا هم بيكتشفوا حاجات احنا مش واخدين بالنا منها. بنقوم نقررها ونكتبها زي ما هتحصل بالظبط. مفيش حاجه اسمها تصرف، كلمه تتصرف دي انساها، مش مطلوب منه يتصرف. الا لو انت بقى مش فارق معاك البرودكتيفيتي بتاعتك وعايز تفضل تعاني وبتطلع يا دوبك فيتشر ولا اتنين فيتشر ولا تلات فيتشر بالكتير في الاسبوع، انت حر. عايز برودكتيفيتي كويسه لازم تبذل مجهودك في انك توصف التاسك بشكل كويس. انا حبيت احط النصيحه ديت عشان انا شايف هذا القصور موجود في معظم الشركات، وتقريبا بعمل صراع في كل شركه لحد ما يقتنعوا بيه، وبعد ما يقتنعوا بيه البرودكتيفيتي تعلى، يبدا الناس ايه، تحس ان الكلام اللي انت بتقوله ده ليه اهميه. فحاول تعمل الموضوع دوت، الله يبارك لك. وزي ما قلنا انت بتعمل دوت عشان مين؟ عشان نفسك، عشان تطلع البرودكتيفيتي بتاعتك. لا تلومن الا نفسك اذا الديفلوبر عمل حاجه مش مكتوبه في التصل. ركز على النقطه دي كويس قوي. في بقى النقطه الثانيه تكنيكال بتاعت السينيورز دي ان شاء الله ممكن يبقى لها لقاء اخر. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.